السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم الكسكسي بطريقة سهلة وبسيطة، يا رب تعجبكم وجربوه كده هيطلع معاكم الطريقة روعة والطعم تحفة كمان. قبل بقى ما نبدأ الفيديو بتاعنا نصلي على الرسول ونذكر الله. ولو انت اول مرة تشوفوني ياريت تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو. معايا بقى هنا المكونات بتاعتي 3 كيلو من الدقيق، انا نخلتهم كويس كده زي ما انتم شايفين، ومعايا معلقه ملح كبيره، ومعايا برضك هنا ايه، ميه عاديه من الحنفيه، يعني ما هياش سخنه ولا حاجه، ديت ميه عاديه. هنا بقى ببتدي اضيف الملح، ممكن اضيفه على الدقيق او ممكن تحطوه في الميه عادي، وابتدي بقى اني اخلطهم مع بعض ورشرش كده على الدقيق زي ما انتم شايفين كده، عشان لو انا كبيت بالكوبايه كده هيعجن معايا. فانا برشرش الميه كده شويه بشويه على الدقيق، يعني وضعك على ايدي كده زي ما انتم شايفين بالشكل دون كده عشان يخرز معايا. لازم أنا اعمل كده على ايدي عشان خاطر يفرفر معايا على طول، يعني زي ما انتم شايفين كده هتشوفوا في الاخر يبقى عامل ازاي. هعمل كله بقى بالطريقه دي كده على ما يخرز معايا، بس اهم حاجه ما كبش يعني من الكوبايه كده، لازم ارشرش الميه كده عليه عشان ما يعجنش معايا. زي ما انتم بقى شايفين بالشكل دون كده. هنا كل ما بحس ان الدقيق محتاج ميه برشرش عليه كده، بحيث ان هو ما يعجنش يعني معايا. هعمل كله بقى بالطريقة ديت زي ما انتم شايفين. هو بياخد وقت شوية بس النتيجة بتطلع احلى من اللي احنا بنشتريه من بره بكتير. انا جربت دوت ودوت، لقيت الحاجة اللي احنا بنعملها في البيت احسن من اللي احنا بنشتريها من بره، اه والله. زي ما انتم شايفين بقى هوت، بدأ اللي هو يخرز معايا اهوت. جبت بقى هنا المنخل دوت، منخل يعني متخصص في الكسكسي دوت، بيتباع في الأسواق كلها يعني متوفر. بتبقى السلكة بتاعته يعني واسعة شوية عن المنخل العادي. فأنا بقى بضيف اللي أنا عملته كده وبنخله، بتلاقوه بقى طلع معاكم مخرز كده زي ما انتوا شايفينه بالشكل ده. هنا بقى لازم أنا أتك يعني على ايدي كده على المنخل عشان ينزل. انا بقى كنت نسيت اضيف شويه زيت، دوت زيت نضيف، ما يكونش زيت من بتاع التومين. زيت التومين هيديله ريحه كده مش حلو، لازم أن يكون زيت ذرة او زيت نضيف يكون عندكم. زي ما انتم شايفين بقى كده بعمل كل الكميه بالشكل ده كده، لازم اضغط بايدي كده على المنخل عشان كله ينزل معايا، ما يبقاش في حاجه يعني ايه في قلب المنخل ما نزلتش. طريقته سهله وبسيطه والله، جربوها ان شاء الله هتعملوا احلى كسكسي. هنا بقى كنت خلاص خلصت اهوت، شوف ما طلعش انا لا شويه صغيرين بقى همت، يعني مش مشكله بقى. هنا بقى ديت كانت اول مرحله معايا في الكسكسي اللي انا عملته اهوت. هوريكم بقى هنعمل ايه تاني فيه. زي ما انتم شايفين اهوت، ما شاء الله اقرب لكم برضك الكاميرا وهوريكم شكله عامل ازاي. اهو شايفين ما شاء الله اهوت شكله اهوت، ما خدش معايا وقت والله خالص. انا بقى كنت عاملاه من بالليل، قلت بقى تاني يوم هصبح اسويه. هنا بقى جيت تاني يوم جبت الحله، هي ديت حله مخصصه يعني للكسكاس او حله بالبخار. جبت فيها شال ابيض، لازم أن يكون شال نضيف، ما يكونش متزهر زهر عشان الزهره ممكن يعني ترد عليه. فهنا انا جبت بقى الشال دوت، شال انا عاملاه مخصوص كده ليه. حطيته اهوت فوق على المصفى، والحله فيها من تحت ميه، ما يعني ما ملتهاش قوي، اقل من نصها كده، عشان بس لو انا مليتها ميه الميه ممكن تطول من فوق ويعجن معايا. زي ما انتم شايفين بقى كده حطيت كل الكميه اهيت معايا. اغطي بقى عليه واسيبه يستوي. يعني انا حطيته كده حوالي يجي 3 ساعات على ما استوى. لازم اهم حاجه يستوي كويس عشان وانتوا بتاكلوه ما يبقاش عامل زي الدقيق كده كأنكم بتاكلوا دقيق. اهم حاجه السوا بتاعه، ما تستعجلوش عليه. هنا بقى كان استوى اهوت معايا اول مرحله يعني في السوا، انا لسه هسويه تاني. هوريكم هعمل ايه تاني فيه.
بصوا بقى، انا جبت بردك الطبق اللي انا كنت عامله فيه امبارح دون بقى ايه، برده تاني مره زي ما انتم شايفين كده. يعني هو مش معجن، ده انا هوريكم دلوقتي اللي هو مفلفل وحلو. بس هو بس كمان لسه نازل من على البوتاجاز سخن اهو. شوفوا مش مسافة ما بعمله كده بالمقصوصة بيفرفر معايا اهو. انا هسرع لكم اصلا الفيديو عشان هو الفيديو طويل وانا ايه مستعجله. جبت بردك المنخل تاني اهوت، والطبق بنخله تاني. دي بقى اخر مره اللي انا هنخله. يعني في ناس ممكن تقولك انا ممكن اشتريه واريح دماغي بدل اللي انا هقعد اتعب في ايدي واتعب في نفسي واشتريه من بره جايز احسن. والله يا جماعه صدقوني، الحاجه اللي احنا بنعملها في البيت على ايدينا بتفرق في الطعم على اللي احنا بنشتريها من بره. انا جربت دوت ودوت الصراحه، الحاجه اللي انا بعملها في البيت على ايدي بتبقى طعمها احلى من اللي احنا بنشتريها من بره. هو دلوقتي بيتباع في كل الاسواق يعني جاهز كده. بس انا الصراحه بحب اعمل حاجتي في بايدي يعني في بيتي كده. هعمل كل الطريقه دي زي ما انتم شايفين. دخلته اهو كله. شايفين بقى ما شاء الله لما استوى شكله بقى معايا حلو ازاي. لو انتوا هتعملوه بلبن ما تضيفوش عليه ملح نهائي، تعملوه من غير ملح عشان هو بتضاف له سكر، ما ينفعش يحط يعني ملح على سكر. بس كان سخن شويه فانا ايه لسع ايدي والله. بس يلا مش مشكله. انا بقى بعد ما خلصت اهوت كل الكميه اللي معايا زي ما انتم شايفين ما شاء الله اهوت كله مفلفل وحلو ازاي. اعملوا بقى الطريقه دي كده زيي، هيطلع معاكم ان شاء الله احلى كسكسي. هنا بقى دي سمنه بلدي احطها كده في برطمان لوحديها. سمنه بلدي مش مضاف عليها اي سمنه تانية. بحب يعني اعمل بها ايه الحاجات اللي زي دي. معايا هنا جبت بردك شويه شوربه. ديت شوربه لحمه او اي شوربه عندكم بقى. انا بحبه ذات نفسي على شوربه لحمه، ما بحبوش على شوربه بط ولا حاجات من دي. فهنا بقى جبت الشوربه بضيف شويه بشويه كده عليه. ما تخافوش هو مش هيعجن منكم، بس هو لسه هيستوي تاني اصلا. فانا هبقلب كده كله في بعضه كده، لازم يبقى ريحته حلوه كده بالسمنه البلدي دي عن اي سمنه. هجيب بقى تاني اهوت الحله بالشال اللي فيها، وهرجع تاني فيها الكسكسي بتاعنا عشان هرجع تاني اسويه كمان شويه. بقى السوا دون بقى ما بياخدش وقت عن السوا الاولاني، يعني دون يعني حوالي ساعه بالكتير او اقل من ساعه. عشان انا قلت لكم لازم يستوي كويس، عشان انا مره عملته ما كانش مستوي كويس. حسيت اللي هو طعمه عامل زي الدقيق ورجعت تاني سويته. اغطي بقى عليه وهسيبه بقى يكمل ايه سواه. ولما يستوي هوريكم شكله اهو. شايفين بقى بعد ما استوى بقى اهوت، شايفين ما شاء الله بقى دون كده ايه خالص خالص معايا. شايفين بقى مفلفل اهوت، ولا هو معجن ولا فوق اي حاجه ازاي. هغرفه بقى في الطبق واوريكم شكله النهائي. أهو زي ما انتم شايفين بقى كده ما شاء الله اهوت طلع معايا اهوت. ممكن بقى تعملوه تحطوا يعني تحطوا الكسكسي على الشوربه وتقلبوه كله على بعض، او ممكن تحطوا ده لوحده وده لوحده زي ما انا عامله كده. انا هنا حاطه ده لوحده وده لوحده. احنا عندنا يعني بنعمل كده. بتضيفوا بقى انتوا بقى الشوربه بنفسكم كده عليه وبتاكلوه. برضك انا حاطه هنا في الشوربه معلقه سمنه بلدي، بتخلي بقى طعمه حلو كده وانتوا بتاكلوه. يا رب يكون بقى فيديو النهارده عجبكم. ولو عجبكم بقى الفيديو متنسونيش بقى في لايك حلو كده وفي تعليق حلو. واشوفكم بقى في فيديو جديد. أسيبكم بقى في رعاية الله وعنايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.